وإذا مفكر إنه رز البخاري مجرد رز ودجاج، فتابع معي هالفيديو وتعرف على السر الطعم الأصلي للبخاري. وبيلزمنا لطريقة التحضير نص كيلو بصل مقطع، ملعقتين معجون الطماطم، 4 حبات جزر مبروشة، 4 حبات بندورة مضروبين على الخلاط، ملعقة كمون حب، ثوم وزنجبيل ناعم، سمنة، حبتين دجاج كامل شايلين الجلد عنهم. ولطريقة التحضير، أول شي مننزل زيت بالطنجرة، منبلش بعملية التحمير. وبس بلشنا بعملية تحمير الدجاج، من هون بتبدأ بالنكهة الحقيقية للرز البخاري. طبعا مننزل كل الكمية الموجودة عنا، لازم تكون النار متوسطة، ما تكون عالي مشان ما تحرق الدجاج، بنفس الوقت ما تكون واطي مشان ما تسحب المي تبعه. رح نتركهم دقيقتين 3 على أول وجه، نرجع نقلبهم على الوجه الثاني. بعد ما تحمر أول وجه منبلش نقلبهم على الوجه الثاني، ونتأكد إنه ما نشف الدجاج. طبعا هون بهاي المرحلة ما منضيف ولا أي شي. وللمتابعين يلي أول مرة بيعملوا طبق الرز البخاري، تقيدوا بالمكونات وبالخطوات نفسها ورح تدعوا لي إن شاء الله. وبعد ما حمرنا الوجه الثاني منبلش نشيل الدجاج ونحطه على صحن، لأنه رح نحتاجه بعد شوي. وهيك بعد ما شلنا كل الكمية منبلش بالخطوة الثانية. منبلش بإضافة أول شي البصل، طبعا بنفس الطنجرة مشان تعطي الطعمة والنكهة الأصلية للدجاج. منقلب شوي البصل، وبنرجع بننزل عليه هون بالكمون. ومثل ما انتم شايفين حطينا الكمون حب، هو هذا السر بطعم الرز البخاري. طبعا في اشخاص بتضيف منكهات ثانية، ممكن تقدر تضيف مشان زنخة الدجاج، بس بشكل عام الكمون الحب هو المادة الأساسية بالبهارات يلي بتدخل بالرز البخاري. منضيف عليهم الزنجبيل والثوم المطحون. منقلب المكونات كلها مع بعض. نرجع منضيف تقريبا ثلثين كمية الجزر المبروش. كمان بنبدأ بعملية التقليب. وبعد ما يستوي معنا الجزر شوي صغيرة مننزل البندورة المطحونة الناعمة على المزيج. مننزل كمان رب البندورة، ومنحرك المكونات. هيك رح تتعشق كل المكونات مع بعضها. طبعا بهاي اللحظة ريحة الكمون كلها عبت المطبخ. رح نزيد شوية مي عليهم، ونحط لهم الملح، ونخليهم يغلوا شوي صغيرة، ونرجع نبلش بإضافة الدجاج المقمر. هون رح نضيف كل كمية الدجاج، وبعد ما ضفناهم بنسكر الطنجرة وبنتركهم تقريبا من ربع لثلث ساعة مشان يستوي الدجاج من الداخل. بمقلاية على جنب رح نحط شوية سمنة، وننزل بالثلث الباقي من الجزر. رح نضيف له تقريبا نص ملعقة سكر، ونبلش نقلب الجزر لمنه يذبل معنا. طبعا وما ننسى أهم شي الكشمش أو الزبيب، لازم ننزلهم مع الجزر لحتى ياخدوا النكهة والطعمة ويطرى معنا الكشمش. طبعا بتاخد هاي العملية من 5 ل6 دقايق، وهيك بيكونوا جاهزين. بنشيلهم عن النار، وبنفتح الطنجرة نتأكد انه الدجاج استوى كله. نرجع بنقوم بإزالة الدجاج من الطنجرة. هون أنا سرعت الفيديو شوي. بعد ما شلنا كل الدجاج
نرجع منظبط الملح تبع الصوص، ونكون مغسلين كيلو ونص رز وناقعينه قبل بوقت. مننزله فوق المزيج، منحركه، منضيف المي السخنة عليه. طبعا بهاي المرحلة لازم نخلي الرز أول شي يغلي وهي الطنجرة مفتوحة ما بنسكرها. هون بتكون النار قوية، وبعد ما بلش يغلي معنا الرز نستنى عليه لما انه يبلش ينشف. تقريبا لازم تكون المي فوقيه بسنتي واحد. هون مثل ما انتم شايفين بلش يغلي الرز، بلش الرز يمتص المي. بعد ما قلت كمية المي منرش على الوجه الجزر والزبيب او الكشمش يلي سويناهن على جنب. منرش كل الكمية ومنرجع منبلش منحط الدجاج يلي سويناه مع الصوص. نفرد الدجاج على الوجه ومنسكر بالسانيت عليهن. طبعا منخفف الغاز عليهن، منسكر الطنجرة بإحكام. تقريبا من ثلث ساعة ل25 دقيقة راح تكون طبختنا جاهزة. بعد 25 دقيقة هيك راح تلاقوا المنظر. هيك راح تكون عملت أطيب رز بخاري بالبيت. طبعا بنبلش بعملية السكب. أول شي بنسكب الطنجرة، بنحط الرز بالصينية اللي بدنا إياها، بنرجع بنوزع الدجاج على الوجه، ونزينها بالمكسرات وبالبصل المقلي. تقدم مع لبن ومع صوص الدقوس. يلي بده طريقة صوص الدقوس يكتب لي بالتعليقات. وللمزيد من الفيديوهات وأسرار الطبخ والمطاعم تابعوا قناتي، قناة الشيف عاصم غرس الدين، ليوصلكن كل جديد.